بيبدأ فيلمنا النهاردة في غابة بعيدة جدا في مكان اسمه المملكة السحرية، واللي بتكون متحوطة بالجبال والبحيرات الصخرية، وعايشة هناك عيلة كبيرة جدا واسمها عيلة الأميرة إيلين. والكائنات اللي عايشة هناك مختلفة جدا عن أي حاجة نعرفها، وبنشوف الأميرة إيلين وهي راكبة على القط المجنح بتاعها، وبتكون مبسوطة جدا وهي بتطير في السماء مع باقي زمايلها. وفجأة بتنطلق شعلة من السماء وبتكون طالعة من القصر الملكي، وبتفهم ساعتها إيلين إن ده استدعاء ليها من القصر. وبنعرف هنا إن إيلين بتكون البنت الوحيدة للملك والملكة، ووقتها بنشوف أصحابها وهم بيفكروها بحفلة عيد ميلادها ال15، وبيسألوها قبل ما تمشي لو هي هتعزمهم في القصر بتاعها زي السنة اللي فاتت. لكن إيلين بتقول لهم إنها مش هتعمل حفلة عيد ميلاد السنة دي، وإن هي هتكتفي بحفلة صغيرة بينها وبين عيلتها المقربة. ومع إن أصحابها بيستغربوا من تصرفها جدا، ولكنهم بيهنوها بعيد ميلادها. ولما بتوصل إيلين للقصر الملكي بتقابلها على الباب الوزيرة نزارة، وبتعتذر لها علشان هي اللي أطلقت الشعلة في وقت فسحتها، وبتقول لها قدام الحرس إن أبوها وأمها عايزينها ضروري. وبعدها بتدخل القصر وبتكشف لنا سر إن هي وكل اللي في القصر مخبيين عن شعب المملكة السر ده، وهو إن أبوها وأمها اتحولوا لوحوش. وبنعرف إن أبوها وأمها السنة اللي فاتت خرجوا في رحلة للغابة، وفجأة ظهرت دوامة سوداء وسيطرت عليهم، ووقتها أصيبوا بلعنة وتحولوا لوحوش. وبنعرف إن هي وكل اللي في القصر بيعانوا، وده لأن الملك والملكة بيتسببوا في فوضى كبيرة جدا لدرجة إنهم بيدمروا أي حاجة تقابلهم جوه القصر. وبيظهر إن الوزيرة نزارة والوزير بولينار مش قادرين يساعدوا ولا قادرين يلاقوا حل ويكسروا اللعنة دي. وبنعرف إن إيلين بتعاني جدا علشان تراعي أبوها وأمها وتخلي بالهم منها، ده غير إن هي كمان لازم تدير شؤون المملكة علشان محدش من شعب المملكة يحس بغياب الملك والملكة. وتعمل إيلين تماثيل من الخشب للملك والملكة علشان يظهروا معاها من بلكونة القصر وهم بيحيوا أهل المملكة. وبعدها بتنزل إيلين لوحدها وبتتكلم مع أهل المملكة، ولكن إيلي بتكون حاسة بلحظات حزن كبيرة جدا، وده لأن هي مفتقدة لوجود أبوها وأمها معاها في نفس الوقت. وبنعرف إنها لسه محتفظة بالأمل إن أبوها وأمها يرجعوا على هيئة بشر من تاني. وبتفوق إيلي من اللي هي فيه على صوت خبطة الجنرال كارادونا قائد الجيش على باب القصر. وبنعرف إن كارادونا ده بقاله سنة عايز يقابل الملك والملكة، ولكن الوزير بولينار والوزيرة نزارة بيخترعوا له حجج باستمرار علشان يمنعوه. المرة دي الوزير بولينار بيقول له إن الملك والملكة بيشرعوا قوانين جديدة وبيقفل الباب في وشهم، ولكن كارادونا بتقول له إنها هتيجي تاني يوم، وبتعرفه إنها مش هتمشي من قدام القصر غير لما تقابل الملك والملكة. وساعتها بولينار ونزارة بيسألوا إيلين هم هيعملوا إيه، وبيقول لهم إن كارادونا لو عرف باللي حصل للملك والملكة هينفيهم بره المملكة لمكان بعيد جدا، وعشان كده هم لازم يلاقوا حل تخلصوا من اللعنة في أسرع وقت. لكن إيلي ما بيكونش عندها أي حل تقوله، وبتسيبهم وبتروح على أوضتها وبتفضل تعيط. وفجأة الخادمة العجوزة بتدخل عليها وبتعرفها إن قائد مكتب البريد عايز يقابلها. وأول ما بيدخل قائد مكتب البريد بيبلغها إنه عنده ليها أخبار كويسة جدا، وبيقول لها إنه عرافين الشمس والقمر ردوا على رسالتها. وبنعرف هنا إن إيلين طول السنة اللي فاتت أدركت إن مفيش طريقة طبيعية لعلاج أبوها وأمها، علشان كده استعانت بقوة خارقة جدا للطبيعة. والقوة دي موجودة عند 2 من السحرة الأقوياء واللي بيكونوا معروفين باسم عرافين الشمس والقمر، ودول بيكونوا عايشين في الغابة المظلمة. فبعتت لهم إيلي برسالة وعرفتهم بمشكلة أبوها وأمها وطلبت منهم المساعدة. وبيقول قائد مكتب البريد لإيلي إن الرد جه على رسالتها من الطائر الشجاع اللي واقف على كتفه ده واللي قدر يعدي من الغابة المظلمة. رجع لها برسالة من العرافين، ولكن فجأة الطائر ده بيتحول لصخرة وبيقع على الأرض. بيحزن قائد مكتب البريد على الطائر وبيقول للين إن أكيد الطائر أكل من التوت السحري اللي موجود في الغابة المظلمة وعلشان كده اتحول لصخرة. فبتمسك إيلي الطائر وبتاخد منه الرسالة، ولكنه بيتكسر في إيديها. فبترجع إيلين الطائر لقائد مكتب البريد، وبعد ما بيمشي القائد بتفتح إيلين الرسالة وبتلاقي مكتوب فيها إن لازم يتم إضافة مية على الورقة دي علشان الرسالة تظهر. فبتحط إيلين الرسالة على المكتب وبتمسك إزازة المية علشان تحط منها على الرسالة، لكنها بتتفاجأ إن الرسالة اختفت. تسأل إيلين حيوانها الأليف اللي اسمه فلينك لو كان أكل الرسالة، وده لأن فلينك متعود ياكل أي حاجة يلاقيها قدامه، لكن فلينك بيكذب وبينكر إن هو أكلها، لكن كذبته بتتفضح لأن الرسالة بتكون اتبلت جوه بقه ومحتواها بيظهر غصب عنه. وساعتها بتلاقي إيلين قدامها مجسم لعرافين
الشمس والقمر، وبيعرفوها إن هم اتأثروا جدا من رسالتها، وبيبلغوها إن هم جايين في طريقهم للقصر. فبتفرح جدا إيلين وإن خلاص مشكلة أبوها وأمها هتتحل، وخصوصا إن ده هيكون في نفس يوم عيد ميلادها. وفي نفس الوقت ده بيستعد بولينار ونزارة لتصرف معين، وبيظهر إنهم زهقوا من إنهم يصلحوا الفوضى والدمار اللي بيسببها الملك والملكة، وبيقرروا إنهم يعلنوا وفاة الملك والملكة قدام الشعب. وبعد ما بتنتهي فترة الحداد هيعلنوا تنصيب إيلين كملكة، وده علشان الأمور ترجع لطبيعتها في المملكة، ويقدر إنه يقوم بأدوار الدبلوماسية في إدارة المملكة. ولكن فجأة بتدخل عليهم إيلين وبتعرفهم إن هي خلاص لقت علاج لأبوها وأمها. وبعدها بتجمع إيلين كل اللي موجودين في القصر علشان يستقبلوا العرافين، وبيتفاجئوا كلهم لما بيدخل عليهم ضفدع ضخم جدا شكله مخيف، وفجأة بيفتح الضفدع بقه وبيخرج منه عرافين الشمس والقمر، ولكنهم بيترعبوا لما بيشوفوا الملك والملكة قدامهم. فبتستغرب إيلي من تصرفهم جدا، فبيقولوا لها إنهم كانوا فاكرين إن وصفها لأبوها وأمها بالوحوش ده وصف مجازي، وده لأن هي بنت وفي سن المراهقة، وأكيد في خلافات بينها وبين أبوها خلاها توصفهم بالشكل ده، ولكنهم ما كانوش يعرفوا إن أبوها وأمها وحوش بجد. وفجأة الملك والملكة بيهجموا على العرافين وبيكونوا عايزين ياكلوهم، فبيجري منهم العرافين بسرعة وبينطوا من شباك القصر. وساعتها لي بتحزن جدا وبتزعق لأبوها وأمها، وده لأن هي بتعمل كل اللي تقدر عليه علشان تساعدهم، ولكنهم هيدمروا كل حاجة هي بتعملها. ولكن بعدها بتحس إيلي بغلطتها وبتروح لأبوها وأمها وبتعتذر لهم، ومع إنها بتكون عارفة إنهم مش فاهمين أي حاجة ولا مدركين إيه اللي بيحصل حواليهم، ولكنها بتقدم لهم قطعة من التورتة، وده بمناسبة عيد ميلادها. وبتقعد قدامهم وهي حزينة، ووقتها بتفتكر إيلين كل ذكرياتها مع أبوها وأمها أيام طفولتها، وبتفضل تتمشى في كل مكان في القصر كان ليها فيه ذكرى معاهم. وتاني يوم بتصحى إيلين من نومها على صوت دوشة، وبيتضح إنها نسيت أبواب الغرفة مفتوحة الليلة اللي فاتت، وإن أبوها وأمها هربوا من القصر. وبتنصدم إيلي أكتر لما بتشوف أبوها وأمها بعد ما خرجوا من القصر، وبيبدأ أبوها وأمها إنهم يطاردوا أهل المملكة، وده طبعا بيتسبب في حالة خوف ورعب شديدة جدا بين الناس. ووقتها بتتحرك كاردونا بعدد كبير من قوتها وبيحبسوا الملك والملكة علشان يقدروا إنهم يحموا الناس. إيلين بتجري بسرعة وبتقف قدام كاردونا وبتقول لها إن الوحوش دول يبقوا الملك والملكة. حاول إيلين إنها تهدي الملك والملكة علشان تقدر تثبت لكاردونا صدق كلامها، لكنهم بيكونوا في حالة غضب شديدة جدا بسبب الجنود اللي قدامهم، وبيرموا إيلي بعيدة عنهم وتقع على الأرض. وساعتها الجنود بيتحركوا بسرعة وبيرموا الشباك على الملك والملكة. وبالليل بيتجمعوا كل سكان المملكة وبيكونوا معترضين على وجود الملك والملكة بينهم، حتى بعد ما عرفوا إنهم اتصابوا بلعنة. بتضطر هنا نزارة إنها تعلن عن تنصيب إيلين كملكة جديدة للمملكة، ووقتها السكان بيوافقوا لأنهم بيحبوا إيلين جدا. وبتدخل هنا كاردونا وبتقول لهم إن هيتم نفي الملك والملكة لمكان بعيد جدا، وده حفاظا على أمن المملكة وسلامة السكان. وما بتقدرش إيلين إنها تعترض نهائي على القرار، ولكن تاني يوم بتراقب الحراس وهم بيستعدوا لنقل أبوها وأمها، وبتحاول إنها تلاقي طريقة علشان تنقذهم بيها من الجنود. تتفاجئ إيلي لما بتلاقي فلينك معاها المفتاح السحري بتاع العرافين، فبتستخدمه إيلين وبتتواصل معاهم، وبتعرف إنهم بيدوروا على المفتاح من وقت ما كانوا في القصر بتاعها. فبتهديهم إيلين وبتعرفهم إن المفتاح معاها، وتعرفهم باللي حصل لأبوها وأمها وتطلب منهم المساعدة. فبيفهموها إن المفتاح اللي معاها هيساعدها في نقل أبوها وأمها للغابة المظلمة، ووقتها ممكن يلاقوا حل لمشكلتهم. فبتتحرك إيلي بسرعة وبتستخدم المفتاح السحري، وبتقدر إنها تحول الأقفاص لعربيات بتتحرك بسرعة كبيرة. وبتركب إيلي فوق العربية هي وفلين وبيهربوا بسرعة من المكان، ولكن الوزيرة نزارة بتشوفهم وبتفتكر إن الوحوش خطفوا إيلي وهربوا، فبتصرخ بصوت عالي وبتأمر الكل إنهم يتحركوا علشان ينقذوها. بتتحرك كاردونا مع عدد كبير جدا من الجنود وبيروحوا وراهم، وبتأمر كاردونا حراس البوابة إنهم يقفلوها، لكن إيلي بتطلب من فلينك إن هو يستخدم المفتاح السحري ويلاقي حل. بينفذ فلينك كلامها وبيقدر يخلي البوابة مفتوحة، وبعدها بيستخدم فلينك المفتاح السحري وبيسحر أكوام التاب وبيحولوها لوحوش بتقف قدام كاردونا واللي معاها. فبتركب كاردونا فوق واحد من القطط المجنحة وبتنضم لنزارة وبولينار في مطاردة الملك والملكة. وأثناء المطاردة بيتنقل جسم بولينار جوه جسم فلينك بسبب مفعول السحر، وبيكون بولينار مصدوم من اللي حصل وبيطلب من إيلي إن هي تساعده وترجعه لجسمه من تاني، لكن إيلي بتتجاهل كلامه
وبتجبره ان هو يستخدم المفتاح، وبتعمل فتحة وسط الاشجار اللي قدامهم وبيدخلوا جواها، وبعدها بيلاقوا نفسهم اتنقلوا للغابة المظلمة. وساعتها بتروح إيلي لبيت العرافين وبتديهم المفتاح السحري وبتسألهم عن الطريقة اللي يكسروا بيها اللعنة. وبتتفاجئ إيلي لما العرافين بيقولوا لها إن أبوها وأمها هم بس اللي يقدروا يكسروا اللعنة، وإنها لازم تمشي جوه الغابة المظلمة لحد ما يوصلوا عند بحيرة النور اللي موجودة فوق قمة الجبل. وبيعرفوها إن أبوها وأمها لازم ينزلوا في البحيرة علشان اللعنة تتكسر. بيفهموها إن هي هتشوف أضواء هتنور لها طريقها علشان تعرف الطريق اللي هي هتمشي فيه. تشكرهم إيلي جدا وبتاخد اللي معاها وبيتحركوا في طريقهم، ولكن وهم ماشيين بتشوف إيلي الجنود وهم طايرين في السماء، فبتجري بسرعة هي وأبوها وأمها ويدخلوا جوه جذع شجرة علشان يستخبوا. وبتتفاجئ إيلي لما بتلاقي قدامها دوائر بتطير في الجو، وبيظهر إن الدوائر دي بتصدر من الطيور اللي بتكون موجودة في المكان، وده لأن أصوات الطيور مليانة بالحب والطاقة الإيجابية. لكن الملك والملكة بيتخانقوا سوا وبتهرب كل الطيور بسبب خوفهم، وبيبدأ يصدر من الملك والملكة صواعق لونها أحمر بتدل على الغضب والطاقة السلبية اللي موجودة جواهم، وده بيخلي إيلي تتعصب عليهم وبيخرج من بقها صواعق هي كمان. ووقتها بتقرب من دوامة السحر الأسود وبتكون خلاص هتسيطر عليها. لما بيشوفها الملك والملكة بيكونوا عاوزين ينقذوها، ولكن صواعق الطاقة السلبية بتعمل بينهم وبين إيلي حاجز، وفجأة بيخرج من بق الملك والملكة كلام كله مشاعر حب ناحية إيلي، وعلشان كده بتظهر دوائر الطاقة الإيجابية من تاني. ووقتها دوامة السحر الأسود بتختفي، ولما بيخرجوا من جوه جذع الشجرة بتكون إيلي فرحانة جدا وبتكون فاكرة إن أبوها وأمها افتكروها، لكنها بتكتشف إن هم قدروا يتكلموا فعلا، ولكنهم لسه مش عارفين هويتهم ولا فاكرين حتى هي تبقى مين بالنسبة ليهم. وكل اللي هم عارفينه إن إيلي بتعاملهم بحب طول الفترة اللي فاتت. فبتتكلم معاهم إيلي وبتعرفهم إن هي تبقى بنتهم، وبتفضل تحكي لهم طول الطريق عن ذكرياتهم الحلوة سوا لحد ما بيوصلوا عند هضبة عالية جدا. وتفضل إيلي مستنية الضوء يظهر لها، وده علشان تعرف الطريق اللي هي هتمشي منه وتوصل لبحيرة النور. وبتفضل إيلي مستنية لحد بالليل والضوء مش بيظهر، وبتقعد إيلي جنب أبوها وأمها وهي حزينة كأنها بتسألهم فجأة لو كانوا فاكرين اسمها. وبتتفاجئ إيلي لما بتلاقي أمها فاكرة اسمها وبتقرب منها وبتحضنها، وساعتها بيظهر الضوء في مكان عالي على مسافة بعيدة قدامهم. وتاني يوم بتكمل إيلي واللي معاها في طريقهم لحد ما بيوصلوا لمكان مليان بالرمال البيضاء، ولكنها بتكتشف إن بولينار سايب علامات وراه، وده علشان كرادونا واللي معاها يعرفوا مكانهم. ولكنهم بيتفاجئوا بعدها إن الرمال اللي هم ماشيين عليها بتغرقهم جواها، ولكن إيلي بتفهم إن ده بيحصل بس أثناء مرور السحب والرمال دي، إنما الأماكن اللي فيها نور بتكون صلبة وينفع يمشوا عليها. فبتفكر إيلي مع أبوها وأمها وبيحاولوا إنهم يلاقوا طريقة يعدوا بيها ما بين الأماكن اللي السحب مغطياها، لكن الملك والملكة بيختلفوا في الرأي وبيتحول الخلاف ما بينهم لخناقة كبيرة، وده بيتسبب في ظهور دوامة السحر الأسود. غير إن كرادونا والجنود اللي معاها بيكونوا وصلوا للمكان، ووقتها دوامة السحر الأسود بتخلي الظلام يغطي المكان جامد وبتتحول الرمال لبحر متحرك أي حد بيدخل جواه بيغرق. ولما بتلاحظ كرادونا اللي بيحصل بتؤمر جنودها بالتوقف فورا، وفجأة بتشوف إيلي قدامها قط مجنح صغير على وشك إنه يغرق هو كمان، وبيكون أبوه وأمه مش عارفين ينقذوه. فبتطلب إيلي من أمها وأبوها إنهم يساعدوها في إنقاذه، فبينفذوا كلامها وبيتحركوا كلهم ورا القط ده لحد ما بيقدروا إنهم ينقذوه. وفي آخر لحظة وبسبب التعاون اللي حصل بين الملك والملكة دوامة السحر الأسود بتختفي. بعد ما إيلي بتسلم القط لأبوه وأمه بتتفاجئ إن كرادونا وجيشها جايين وراهم. يتعاون الملك مع القطط المجنحة وبيعملوا عاصفة رملية كبيرة، والعاصفة دي بتحجب الرؤية عن كرادونا واللي معاها. وبعد ما بتختفي العاصفة بتتصدم كرادونا لما مش بتلاقي ليهم أي أثر، وفي الوقت ده بتكون إيلي واللي معاها مستخبيين جوه ممر في الجبل. بعد ما بيتأكدوا إن كرادونا واللي معاها مشيوا وبيكملوا في طريقهم، لكن بولينار بيكون حزين جدا لأنه مش قادر يرجع لهيئته الطبيعية. فبتتكلم إيلي معاه وبتقول له إن هو هيرجع بس مش قبل ما يرجعوا الملك والملكة لطبيعتهم الأول. وفجأة بتكتشف إيلي إن الملك والملكة اختفوا، بتفضل تنده عليهم ولكن محدش بيرد. وفجأة بيخرج من بين الجحور اللي جوه الجبل حيوانات صغيرة من نفس فصيلة فلينج، وساعتها إيلي بتقول لبولينار إنهم ممكن يعرفوهم مكان الملك والملكة، وبتطلب منه إنه يتواصل معاهم. ولكن المشكلة إن الحيوانات دي بتقدم دودة لبولينار علشان ياكلها، وده علشان يثبت إن هو صديق ليهم مش بيعتدي على منطقة نفوذهم. فبيضطر بولينار إن هو ياكل
ياكل الدودة بعد ما الحيوانات دي عملت له منها مصاصة. ووقتها الحيوانات بتطمن له وبيعتبروه صديق ليهم، وبعدها بيوصلوه هو وإيلي للمكان اللي فيه الملك والملكة، واللي بيكون عبارة عن موطن للقطط المجنحة. وهناك بتشوف إيلي القطط الصغيرة وهما بيلعبوا سوا، وبتفضل تلعب معاهم. وساعتها الملك والملكة بيشوفوا الآباء والأمهات وهما فرحانين بأطفالهم، وبترجع لهم ذاكرتهم من تاني. فبتفرح إيلي جدا لما بتلاقيهم عارفين إن هي بنتهم، وبتمسك إيديهم وبتفضل تتنطط من شدة الفرحة. ووقتها بتظهر قدامهم بحيرة النور فوق قمة الجبل، فبيجروا كلهم على هناك. وأول ما بيوصلوا عند البحيرة بتنزل فيها إيلي وبولينار، وبيكونوا مبهورين جدا بيها. لكن الملك والملكة لما بيقربوا من البحيرة بتبعد عنهم، وفجأة بيظهر قدامهم اللي حصل بينهم في الغابة المظلمة. وبيتفاجئ الملك والملكة إن اللي حصل لهم ده كان بسبب غضب وخناقاتهم المستمرة. ووقتها بيقرروا إنهم لازم ينفصلوا عن بعض، وبيكونوا شايفين إن ده هيكون أفضل ليهم ولبنتهم إيلي. لكنهم لما بيعرفوا إيلي بقرارهم بتزعل جدا وبتتهمهم بالأنانية، وبتقول لهم إن هم بدل ما يلاقوا حل علشان يرجعوا تاني لبعض قرروا بكل سهولة ينفصلوا. بتقول لهم كمان إن هم مش حاسين بيها ولا بمعاناتها، وبتقول لهم إن هي حست بالوحدة الشديدة واليأس، وده بسبب إنهم تحولوا لوحوش. ومع ذلك ما فقدتش الأمل أبدا، وكمان خاطرت بحياتها علشانهم. وبعد كل ده هم بكل بساطة بيتخلوا عنها في أول مشكلة بتواجههم، وبيقرروا يكملوا حياتهم كوحوش ويعيشوا بعيد عن بعض. ونسيوا إنهم ليهم بنت ضحت بحياتها وتعبت علشانهم. ووقتها الغضب بيكون مسيطر على إيلي لدرجة إن دوامة السحر الأسود بتظهر تاني. ولما بيحاول أبوها وأمها إنهم ينقذوها جنود كرادونا بيقبضوا عليهم وبيحبسوهم جوه الأقفاص. لكن بولينار بيستعين بأصدقائه الحيوانات اللي من فصيلة فلينج، وبيحاصروا الجنود وبيقدروا إنهم يحرروا الملك والملكة منهم. ووقتها كرادونا ونزارة بينصدموا لما بيلاقوا الملك والملكة بيتكلموا معاهم، وبيعرفوهم إن إيلي في خطر ولازم يروحوا ينقذوها. وبيجري الملك والملكة بكل سرعتهم وبيتسلقوا الجبل، وبيستخدموا قوتهم علشان يحركوا قمة الجبل ويخلوا النور اللي في البحيرة ينزل جوه دوامة السحر الأسود اللي جواها إيلي. وبتنجح الخطة وبتختفي الدوامة بعدها، وبيعتذروا لإيلي وبيعرفوها إن هم غلطوا في حقها، بيوعدوها إنهم مش هيتخانقوا مع بعض تاني. فبتفرح إيلي جدا بكلامهم وبيحضنوا بعض كلهم. ووقتها بتتكون حواليهم بحيرة النور وبتتكسر اللعنة، وبيرجع الملك والملكة لهيئتهم الطبيعية، وبيفرحوا كلهم وبيحضنوا بعض وهم سعداء. وبعد مرور سنة بتقول لنا إيلي إن هي عايشة حياة سعيدة، وإن أبوها وأمها عايشين في بيوت منفصلة عن بعض، وده علشان يتجنبوا إن تحصل بينهم أي خلافات. وفجأة بتنطلق شعلة من السماء من القصر الملكي، فبتتضايق إيلي جدا لأن بيتم استدعائها في الوقت ده في فسحتها كالعادة. ولما بتوصل عند القصر بتلاقي نزارة بتعتذر لها إن هي أطلقت الشعلة في الوقت ده، وبتقول لها إن أبوها وأمها عايزينها ضروري. أول ما بتتفتح أبواب القصر بتتفاجئ إيلي إن أبوها وأمها عاملين لها حفلة كبيرة، والحفلة دي بتكون بمناسبة عيد ميلادها، وبيكونوا عازمين فيها كل أصحابها. ووقتها كل اللي موجودين في القصر بيهنوا إيلي بعيد ميلادها، وبيقولوا لها إن هم فخورين بيها بسبب اللي هي عملته مع أمها وأبوها. وبعدها أبوها وأمها بيقدموا لها هدية بتعجبها جدا، وبيسمحوا لها إنها تخرج مع أصحابها وتتفسح براحتها. بتفرح إيلي جدا وبتجري عليهم وبتحضنهم. وبعدها بنشوف إيلي وهي راكبة فوق ظهر القط المجنح وبتطير بيه في السماء، هي في قمة السعادة. ولحد هنا بيكون خلص فيلمنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس لقناتنا حكايات انمي. وسلام.